الزرافة رغم ان هي تبدو كائن هادي ورقيق، لكن ورا الرقبة الطويلة دي في نظام اجتماعي وزواج معقد شوية. يعني لما زراف ذكر بيشوف انثى وبيبقى عايز يعرف هي مناسبة للزواج او لا، ما بيروحش يسأل عليها انا هعرف بنفسي، بيبدأ ان هو يشم البول بتاعها، ومن خلال البول ده بيعرف اذا كانت في فترة تبويض وجاهزة للحمل ولا لا. ولو لقاها جاهزه بيبدا فتره التودد، بيحاول يكون حواليها بشكل هادي، ممكن يحاول يلمس رقبتها برقبته، ده في حاله ان هو الذكر الوحيد وان مفيش ذكور حواليه. لكن لو باقي الرجاله موجودين وفي ذكور تانيين حواليه، بتبدا معارك اسمها النيكينج. بيبدا الزراف يخبط بعضه براسه زي السيوف بالظبط، كأن اتنين بيبرزوا بعض. ومش محتاج اقول لك ان الزرافه الانثى بتبقى بتراقب وبتختار طبعا الاقوى واللي بيقدر يهزم الباقي. العادي ان الزرافه الانثى بتحمل في جنين واحد، وبتكون فتره الحمل تقريبا 15 شهر، يعني اكتر من حمل الانسان. الزراف مش بيعيش في مجموعه ثابته زي الافيال والاسود، بيعيشوا في مجموعات مرنه بنسميها ابراج الزراف، والمجموعات دي بتتغير. ممكن تشوف مجموعه النهارده من 10 زراف، بكره تلاقيهم 12 وبعده تلاقيهم 5. مفيش قائد معين ليهم، ومفيش تسلسل هرمي، واللي عايز حاجه يعملها. يمكن تقول الاناث هي اللي بتبقى في مجموعات صغيره ثابته عشان بتكون مع صغارها. الذكر بيميل ان هو يعيش لوحده او يعيش في مجموعه صغيره من الذكور، وبيتحركوا من مكان للتاني عشان يدوروا على اناث. موطن الزراف الطبيعي هو السافانا، وهتلاقيه بيعيش مع حيوانات زي الفيل والقرد والجاموس الوحشي والحمار الوحشي. كل الجيران اللي عايشين مع بعض دول بيبقوا زي شبكه انذار مبكر، لو مفترس قرب من حد بيبدا الباقي ان هو يهرب. بص الزرافه